الصلاة والسلام. إن مجتمعات الأرض تعاني اليوم بدرجات متفاوتة، ولكن بشكل أوضح من ذي قبل من مرض التعصب وسيادة خطاب الكراهية والإقصاء بشكل لم تعرفه حتى فترات الجاهلية والتوحش. والأخطر في القضية هذه محاولة شرعنة هذه الأمراض، بمعنى إعطائها بعداً دينياً مقدساً من أجل استمرار التخبط المجتمعي وسفك المزيد من الدماء البريئة. Ladies and gentlemen, nowadays we see that speech of hate become more useful in the world. And if we come to history, there were millions of people, were killed in the name of religion. So, إن ارتكاب هذه الجرائم مرض اعتادت عليه الكرة الأرضية منذ بدء الخليقة، ولا يزعم أحد أنه بإمكانه القضاء عليه، لكن ما لا يمكن السكوت عليه هو التطبيع مع هذه الجرائم والتعود على رؤية الدماء المحرمة تسيل أنهاراً، لا بل وقد وصلت البشرية إلى أسوأ من ذلك. أجل، أسوأ من الصمت على الجريمة محاولة تبرير وتشريع الجريمة. إنه الإيحاء بمشروعية القتل باسم الدين عبر رفع أصوات التكبير بعد ارتكاب مجازر متوحشة من قطع الرؤوس وأكل الأكباد. هل جاءت شريعة الإسلام ومن قبلها شريعة الإنجيل والتوراة لذبح الإنسان الذي يختلف فكرياً أو دينياً أو سياسياً وأكل أكباده؟ إن استقراء الروحية ومبدأ التعامل في الدين الإسلامي ومقومات السلوك الإيماني يكشف بجلاء أن ما نراه من تشنج وإدائية للآخر لا يمت بصلة مع ما جاءت به تعاليم الإسلام. فقبول الآخر في المبادئ الإسلامية وصل مبلغاً راقياً، إذ أنه ومن أجل خلق أرضية مشتركة جعل الإسلام إلى اعتبار البحث عن الحقيقة هدفاً للمتحاورين، وتسامى إلى درجة اعتبار أن طرفي الحوار لا يمكنهما امتلاك الحقيقة. قال تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، بمعنى نفس درجة احتمال الصواب والخطأ على الجميع. I will translate the last part of speech. My colleague wanted to say that the problem lies in the fact that some people in fact take these crimes, for example killing another person just in the name of religion, as something normal. It has become normalized. In Arabic you say the word tabir. Yeah. And it has never been mentioned in either religion, whether it's Islam or Judaism or Christianity, and you can never kill someone just because he's different from you, religiously or culturally. We are all human beings, and everyone as a human being has got his own faults and has got his own truth. Nobody can reach the truth apart from Allah. فهل يمكن أن نؤسس لمنطق جديد في الحوار انطلاقاً من هذا المبدأ النبيل المتسامح إلى أبعد الحدود؟ We cannot have tolerance unless we share other people and accept the others' opinions and beliefs. إن أهم خطوة يمكن أن يخطوها العالم اليوم هو تغيير ذهنيته من التصارع إلى البحث عن المشتركات. The best thing is to look for
similarities that you have, what is common between you and the other, and not just look at the differences that can hinder communication between the self and the other. وهذه العملية تقتضي الإقرار بما يمكن تصديقه لدى الطرف الآخر واعتباره منطلقا لتطييب الخواطر وأساسا يبنى عليه ما سنكتشفه من مشتركات. We are going to see that there are many similarities between people, and we have to focus on this point. قال تعالى: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. There is only one God, and with all people have to abide by the doctrines of Allah. ويقول تعالى أيضا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah loves peace and tolerance, and do not fight unless they come and take you out of your homes, then you can fight and defend yourself. نقول هنا تبروهم وتقسطوا إليهم، إنها أوامر ليس فقط مجرد حسن الجوار، ولكنه بل إنها الفعل والممارسة العادل. فهل هناك أمر أوضح من هذا؟ It has been made clear in the religion of Islam that people should not be permitted to kill others just because they are pagans. ويمكننا أيضا حضرات السادة والسيدات أن نستخرج من دستور المدينة، دستور الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، بعضا مما قد نعتبره الآن غريبا عن ما وصلت إليه الثقافة الإقصائية للمجتمعات المعاصرة. The constitution of the Prophet, peace be upon him, are things that people should conscribe to them because they are our way of our lives. فقد سن الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود الذين اتفقوا معه على دستور واحد في أرقى شكل من أشكال التعايش السياسي بين الديانات مع احترام كل خصوصية كل دين. The religion of the Jewish and the Muslims can all have something in common, which is the political life, regardless of the other differences upon culture. Yes, it's done by Prophet. فقال صلى الله عليه وسلم في هذا الدستور: وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. وإنه من تبعنا من يهود، تبع الدولة الإسلامية، فإن له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. هذا جزء من الدستور، الوثيقة التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم. I think that he meant that the Jews can come and embrace the Islamic religion. That's what he wanted to say. This is the constitution of Prophet. Yes. with the Jews. إن مبادئ الحوار والتصالح المجتمعي بالنسبة لمنظمتنا، منظمة شباب من أجل السلام وحوار الثقافات، ليست مجرد شعار نتغنى به. The constitution of the Prophet, peace be upon him, is not just a slogan that we can talk about. إن مبادئ الحوار والتصالح المجتمعي بالنسبة لمنظمتنا، منظمة شباب من أجل السلام، ليس مجرد شعار نتغنى به. The slogan of our association is not, the speech of our association is not just a slogan that we can be proud of. إننا نؤمن أن هذه الرسالة تستحق منا كل ما أوتينا من مجهود وقوة حسب الاستطاعة. We can do our best to achieve our dream. وما هذا النشاط اليوم إلا أحد تمظهرات هذا الهدف، والإيمان بثقافة الحوار والسلم واللاعنف. And this event we are participating in it today is just one way to show our willingness to promote peace and tolerance in the world. أيها الحضور الكريم،
المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وللناس المسرة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أشكركم مرة أخرى والسلام عليكم. سبب نزول الصورة أن فلانا أراد خطبة يعني مؤمن من المؤمنات، ما عقلت واش عائشة ولا من بني قريظة، فأبوا أن يعطوها له، يعني ما بغاوش يعطوها له في الدارجة، فأبوا أن يزوجوها له. فنزلت هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا. وهذا دليل على أن ضرورة التعايش بين الأديان وعدم التعصب والانفتاح والعدل في الحوار. يعني ماشي هذاك يهودي مثلا غير يهودي صافي، لا، خص يكون واحد التعايش، وهذا هو اللي كاين.